السلام عليكم متتبعينا الافاضل، مرحبا بكم في فيديو جديد وقضيه جديده. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير واحوالكم طيبه ان شاء الله. قضيتنا اليوم غتسافر بنا لمصر بمحافظه الشرقيه وبالضبط في الزقازيق في واحد القريه اسمها المجفف. واحداث هذه القضيه مازال جديده وقعت في الايام الاخيره، وفي هذه القضيه غادي تبين لكم ان اقرب الناس ليك واللي تكون كتثق فيه اكثر من راسك يقدر يغدرك ويصفيها لك بدم بارد. وباش تعرفوا تفاصيل هذه القضيه خليكم معايا وخذوا شي بلاصه كالم ترتاحوا فيها وشي حاجه تشربوها، ويلا نبداو على بركه الله. في الايام الاخيره بمحافظه الشرقيه بالشقيقه مصر وبالضبط في منطقه الزقازيق في واحد القريه اسمها المجفف، كتهز هاد الاخيره على حريق مهول في واحد الدار. كيجيو الجيران كيتجاراو، كلشي كيتغاوت، كلشي مصدوم وما فاهمين والو، اشنو واقع اشنو طاري. المهم كيحاولوا يطفيو داك النار وكيتسائلوا اشنو واقع وكيفاش شعلت هاد العافيه. كيتصلوا بمصالح الوقايه المدنيه والشرطه باش يجيو يشوفوا اشنو واقع تما. فعلا من بعد دقائق معدوده كلشي كيحضر، الروينه وقعت تما والناس كلها كانت خايفه على العائله اللي كتسكن في داك الدار، لا يكونوا تحرقوا كاملين او لا تكون وقعت لهم شي حاجه. ولكن من بعد محاولات اخماد داك الحريق وفعلا غادي يتمكنوا من انهم يطفيوه، غادي يدخلوا للدار وكيكتشفوا في غرفه النوم جثه متفحمه ما بقات فيها حتى شي حاجه، لدرجه العظام كانوا كيقيسوهم كيتفرتوا، والدار كلها ما فيها والو من غير غرفة النوم هي اللي كان شاعل فيها الحريق. اذا ديال من تكون هاد الجثة؟ واش هاد الحريق غادي يكون طبيعي ولا مفتعل؟ وشحال د الوقت غادي تكون خدات هاد الجثة وهي كتحرق لدرجة التفحم وتفرتت؟ واذا فعلا كان هاد الحريق مفتعل شكون غيكون مول الفعلة وعلاش؟ باش نفهموا اعزائي هاد القضيه مزيان خاصنا لابد نرجعوا شويه بالزمن للوراء ونحاولوا نتعرفوا على الشخصيات المحوريه في هاد القضيه. نبداو بالشخصيه الرئيسيه في هذه القضيه، هي واحد السيده اسمها عزه في عمرها 17 سنه، منقطعه على الدراسه، كانت واحد البنت اللي ظريفه زوينه داخله سوق راسها. هنا كيشوفها واحد جارهم اللي اسم ديالو محمد وفي عمره 18 سنه. المهم غادي تنشأ بيناتهم علاقة حب قوية لدرجة الجنون. كيفكر محمد أنه يتقدم لها هو والعائلة ديالو باش يطلبوا يديها للزواج، لكن هنا الأب ديال عزة غادي يرفض وما بغاش يزوجها ليه بحكم أنه باقي صغير وماشي قد المسؤولية والزواج. ومحمد هنا بكثرة ما كان كيبغي عزة والأب ديالو رفضها، غادي يضرب الشرايين ديال يدو غادي يحاول ينتحر. وعزة غادي تهدد والديها الا ما زوجوهاش لمحمد غادي تهز حوايجها وتهرب من الدار وعمرهم يزيدوا يشوفوا وجهها ولا يعرفوها فين مشات. هنا عائلتها خافت عليها، هنا غادي يقرر الاب انه يزوجهم. وهنا العائلات بجوج ملي شافوهم متشبتين بعضياتهم وكيديروا المستحيل باش يتجمعوا مع بعضياتهم غادي يوافقوا على هذا الزواج. فعلا كدوز مده قصيره، عزه ومحمد غادي يتزوجوا ويعيشوا الحياه السعيده كاي زوجين عاد في بدايه الزواج ديالهم. محمد غادي يمشي يخدم في القاهره وهي غادي تبقى في دارها في قريه المجفف. كيجي عندها مره كيطلع عليها ويطمن عليها ويشوف الا خاصها شي حاجه. كدوز سنين وهما على هذا الحال حتى غادي يرزقهم ربي بجوج ديال الوليدات، خالد وادم. وهنا عزة كانت حريصة على أنها دير المستحيل باش تربي وليداتها تربية حسنة، وباهم محمد راه كان كيتقاتل وكيخدم ويوفر لهم العيش الكريم. لحد الآن كانت الأمور هانية والسما صافية وكل شيء غادي مزيان. غادي تدوز على مدة زواجهم 12 سنة وكل شيء على يوم ما يرام، وهاد العائلة مستقرة وما خاصهم حتى شي خير. دابا غادي نرجعوا لتفاصيل الواقعة ديال الحريق. هنا من بعد ما دخلوا رجال الوقايه المدنيه طفاو الحريق، وهنا واحد المسعف غادي يرفض انه يهز الجثه ولا يقيس فيها لانه بان ليه بانه مده طويله وهي كتحرق حتى وصلت لدرجه التفحم، وهذا ماشي حريق عادي وضروري يتصلوا بالشرطه يجيو ويشوفوا اشنو كاين تما. فعلا كيوصلوا رجال الامن كيديروا المعاينات الاوليه ديالهم وغادي يهزوا الجثه ويديوها لمصلحه الطب الشرعي باش يعرفوا سبب الوفاه. وبقاو كياخذوا اثار وعينات اللي كاينه تما في الغرفه باش يشوفوا سبب الاشتعال ديال داك الحريق، واش بسبب تماس كهربائي او بسبب سيجاره او بنزين او لا كانت مدبره او لا غير صدفه من عند الله جات صافي شعلت العافيه بوحدها، السيد ما قدرش انه يقاوم او لا يخرج من البيت وتحرق ومات. وهنا اول ملاحظه غادي يلاحظوها الشرطه هي واش هاد السيد كيعيش بوحدو، فين هما ولادو، فين هي الزوجه ديالو وفين هي عائلته. من بعد كيجيب عائلته كلهم كيتجاراو ومصدومين وفي حاله هيستيريا، والزوجه ديالو حتى هي عاد جايه. كيسولوهم الشرطه كيبداو بالزوجه كيقولوا ليها فين كنتي، قالت لهم حقا انا كنت عند الاهل ديالي، مع العلم الدار ديال والديها في نفس المنطقه اللي ساكنه فيها هي. قالوا ليها الزوج ديالك لقيناه محروق في البيت. هنا عزه غادي تصدم وقالت لهم ما فراسي والو وما سمعت والو،
وكنت في دارنا حتى كيتصلوا بيا الزوج ديالك راه محروق في غرفه النوم وميت. هنا البوليس ما اكتفوش باقوال عزه فقط، بل بقاو كيسولوا الجيران والناس كاملين وحاولوا يستجوبوهم واحد بواحد باش يشوفوا شي واحد واش شاف شي حاجه ماشي هي هذيك، ولا يكونوا شافوا شي واحد دخل للدار. المهم اي حاجه تقدر تنفعهم في البحث. هنا كيسولوا العائله ديال الضحيه محمد، سولوا الاخ الكبير والاخ الصغير، وقالوا بجوج بانهم ما ساكنينش تما وساكنين في القاهره وخدامين هما والاخ ديالهم وكيعيشوا مع الاهل ديالهم تما، ومره كيجيو زياره لدار خوهم في قريه المجفف. وكيسولوهم كيفاش سقطوا الخبر. هنا الاخ الكبير كيقول على ان واحد من الجيران كيتصل به وقال ليه اجي اعتق الدار ديال خوك راه شاعله فيها العافيه وكتحرق. وكذلك الاخ الصغير هو كيقول نفس الاقوال. هنا غادي يسولوا اخت ديال الضحيه محمد وغادي تقول لهم انا كنت في داري في نفس المنطقه ما بيا ما عليا، حتى كيتصلوا بيا كيقولوا لي اجي دار خوك راها كتحرق. كنوصل كنكتشف ان الاخ ديالي متواجد في الغرفه اللي شعلت فيها العافيه، ولان عزه مراته ما كايناش بقينا كنحاولوا نطفيو العافيه واتصلنا بها نعلموها بالخبار. وقالت لهم بلي اخر مره كنت شفت فيها خويا هي نهار الجمعه، ومن تما ما عاودتش شفتو حتى جاتني هذا الخبر ولقيتو في حاله يرثى لها وما فيه ما يتشاف، وفي الصدمه طحت على وقفتي وما عقلتش على راسي. هنا الشرطه خداو الاقوال ديال كل واحد فيهم، ومن بعد كيخرجوا نتائج العينات اللي خداو من الغرفه اللي كان فيها الحريق، وكيكتشفوا بان سبب الحريق كان بفعل البنزين، وان شي واحد هو اللي دار هذا الحريق هذا وماشي صدفه. الشرطه هنا غادي يعاودوا يرجعوا للدار باش يحاولوا يقلبوا يبحثوا على اي حاجه ممكن توصلهم للمجرم، وغادي يلقاو واحد الكاس ديال العصير، وهذيك هي اخر حاجه كان شربها الضحيه محمد قبل ما يموت. غادي يديو داك الكاس ديال العصير غادي يديروا ليه التحاليل وكيتبين على انه كان فيه السم، ومحمد شربو قبل ما يموت. هذا الشيء اللي كيبين ان المجرم قبل ما يحرقو سممو عاد حرقو باش يخفي معالم الجريمه ويبان زعما بانه مجرد حادث عادي، والعافيه شعلات والسيد تحرق ومشاو فين نمشيو كاملين. الشرطه هنا اول واحد غادي يشكوا فيه هي الزوجه ديالو عزه، غادي يجيبوها للمركز يبداو معاها التحقيق. قالوا ليها انت لاله دارك شعله فيها العافيه وفيها الزوج ديالك وكيتحرق، فين كنتي داك الساعه؟ قالت لهم انا كنت في دارنا عند الاهل ديالي وما سمعت والو. هنا واحد الجاره كانت ساكنه قريبه ليهم غادي تصرح بانها كان شافت عزه داك النهار خارجه هي ولدها الصغير هزه في يديها وخارجه كتجري من الدار، ودارت راسها بحال اللي ما شافتش ديك الجاره، ومن بعد الدار شعلت فيها العافيه. الشرطه غادي يواجهوا عزه بهاد الهضره هادي، غادي يقول ليها راه جارتك شافتك انك خارجه من الدار انت وولدك ودرتي راسك بحال اللي ما شفتيهاش ومشيتي مزروبه. قالت لهم لا ابدا، واش كاينه هاد الهضره؟ انا كنت في دارنا عند والديا. وهذا الشيء اللي غادي يخليو الشرطه انهم يزيدوا يشكوا فيها ويضطروا يستجوبوا ولدها الصغير ادم اللي في عمره 4 سنين ولو على سبيل الاستئناس. قالوا ليه قول لنا ولدي ملي كانت شاعله العافيه في داركم فين كنتي انت وماماك؟ والجواب اللي غادي يقول لهم هذا الولد غادي يصدمهم. غادي يقول لهم بانني كنت في الدار مع ماما وكنت جالس في الصالون، والغرفه اللي كان فيها بابا كانت مسدوده والدخان كيخرج منها، وقلت لماما ماما راه الغرفه اللي فيها بابا راه كيخرج منها الدخان. قالت لي يلاه زيد نمشيو قدامي ودخل سوق راسك وماشي شغلك. من بعد ما خرجنا مشينا لدار جدي كنسمعوا بلي الدار ديالنا تحرقات وشعلت فيها العافيه. هاد الهضره هادي غادي ياخذوها الشرطه كدليل على عزه، زائد داك السم اللي لقاو في العصير في الكاس. وكان اخر حاجه كنشربها الضحيه محمد، يعني مستحيل شي واحد يديرو ليه من غير عزه لانها هي الزوجه ديالو وكانت معاه. وهنا غادي يواجهوها بجميع هاد الادله هادي وغادي يضغطوا عليها مزيان وغادي تنهار وتضطر تعترف بداكشي اللي دارت لراجلها. وهذا الشيء اللي غادي نقول لكم دارت ليه ما يتقبلوش العقل نهائيا وما غاديش يدخل لكم للدماغ، والسبب اللي خلاها ترتكب فيه هاد الجريمه ودير فيه هاد الحاله بلا شفقه ولا رحمه غادي تصدمكم. هنا في الاعترافات ديالها كتقول بانها قبل اسبوع كان محمد مريض وكيتشكى من الم في البطن ديالو، وبانه مشى للقاهره يخدم وفي نفس الوقت بغى ياخذ موعد عند الطبيب يشوف شنو سبب الالم. فعلا خدا موعد عند الطبيب هو والام ديالو باش يمشي يشوف شنو كاين. هنا عزه غادي تتصل به وغادي تقول ليه بلا ما تمشي للطبيب وتزيد المصاريف، اجي للدار غادي ندير لك واحد الشوربه اللي غادي تحيد لك الميكروب او الالم اللي عندك وغادي ترتاح.